سكر كوب، مي نصف كوب، فستق سوداني غير محمص نص كيلو، وعلى نار وسط منحط السكر والمي. مباشرة منحط رشة ملح لتعديل الطعم، والفستق ماله محمص 500 جرام، وتحريك مستمر على نار أقل من الوسط. راح نتركه لثواني ونحضر الصينية ورق الزبدة، مندهنهم زيت بهالشكل ومنعاود التحريك بخفة. شفنا نشفت سوائل السكر اللي صار لونها عسلي. راحت لمعة الفستق، كان الفستق عم يلمع، انتقل لمرحلة التنشيف وراحت اللمعة واختفى سائل الكراميل. تحريك مستمر. بدنا نسمع طقطقة الفستق اللي هو دليل انه تحمص. بنتركه ثواني بدون تحريك على نار شمعة. بعد ما أخذ اللون الكيبي ونشف بدنا نستعيد هاللمعان هاد. فانيليا وتحريك. بس أخذ الفستق هاللمعة هاي وتوحد اللون باللمعة وطقطق معكم الفستق، وصلنا للنضج المطلوب. انتبهوا ما يحترق معكم. من بعد ما كان كيبي دخل بمرحلة الأخيرة، هي إنه بياخد لمعان للفستقة شوي شوي، وهذا المطلوب. اتغلفت حبة الفستق بطبقة كروكان كتير رقيقة ولامعة. رح نسكبها بخفة، وبخفة كمان منفردها بجود بالموجود بمعلقة بشوبك انتي حرة من خلال ورق الزبدة. مشان ما يلزق معك لازم كل شي مدهون بالزيت. فرديه بخفة لأنه فوراً بيتماسك. دهنت إيدي زيت وحتى المعلقة. ممكن أفرفده حبات، عم بفرده وهو سخن، لأنه بس برد خلص بدنا نكسره تكسير. رح آخد جزء منه أفرفده حبات لأنه بدي أغطسهم بالشوكولا وبعدين أرش عليهم كاكاو. بجيب هالشوكولا بقطعه بهالشكل وبحطهم بصحن. منحط الشوكولا اما بحمام مريم او بالميكروويف. وانتبهي صبية، بعد 20 ثانية منطالع الشوكولا ومنحركها. برد بحطها 10 ثواني. لناخد لمعة وتيمبرينج نحافظ على اللمعة وقرشة للشوكولا. منحط شوكولا ومنخليها تدوب هالمقدار الشوكولا بحرارة الشوكولا اللي ساحت مع معلقة زيت. بهالطريقة بناخد لمعة. عم ننزل حرارة الشوكولا بهالطريقة كسبنا اللمعة. وطقة الشوكولا وقت بنقسمها. رح نترك الشوكولا لحتى تبرد، ومنجيب الكروكان. قسم بدي أفرفده حبات أغطسه بشوكولا، وقسم بدي أقسمه قطع وأتركه مثل ما هو وأضيفه، وجزء بدي أزين فيه السوكسي الليزي كيك. شايفة؟ قطعة وحدة. طالعت الليزي كيك السوكسين من الفريزر وهو مغلف نايلون، قسمته بكر وشلت النايلون دا أقطع الدائرة بالنص. بهالطريقة بتصغري القطعة وبصير عندك عدد أكبر. وعادة الضيف ما بياكل كتير ولازم يخلصها مشان ما يزيد وتكبيها. غطستها بالشوكولا وحطيتها على ورق الزبدة بهالشكل، وبجيب الكروكان بكسر شقفة منه وبزين فيه. طعمه غرام. الفستق الفرفته حطيت له شوكولا أول مرحلة وحركته وبتركه على جنب شي 10 دقايق. حطيه بالبراد. برد بحط طبقة تانية وكمان بحركه وبفرده على ورق زبدة أو كيس نايلون جود بالموجود. عم بفرفده بالمعلقة، وممكن تكسريه وتقدميه قطع. زينته بهالشكل. جزء حطيت كروكان وجزء فستق مغطس بالشوكولا مفرفد وجزء السوكسي، ورجعت باقي السوكسي على الثلاجة. أي كيك عندك يا رح أحط لك رابط الفيديو بصندوق الوصف شلون تعملي ليزي كيك أو سوكسي من كيك عندك. حطيت كروشة تحت كل قطعة ليزي كيك ولزقتها الكروكان، وطلع أحلى طبق بتاخديه معك لرفيقتك. عندي جليتر
رشيت هالجليتر وصار يلمع لمع مثل العروس. هالجليتر بيعطيه لمعة مثل العروس وقت اللي بتحط الشادو، مو بحطوا لها جليتر لمعة، وهي كمان بيلبق لها. أحلى طبق ممكن تفتحي مشروع من ضيافات خالي دلال، والرزق من الله. الكل حبه والكل انبسط فيه، وفعلا إدمان، وصار جاهز للتغليف. وبالنسبة للفستق اللي غطسته بالشوكولا، رشيت له كاكاو وفرفته بإيدي وخليته يبرد وغربلته وحطيته بعلبة لوقت التضييف والحاجة. هدول الورود بتاكلوا. اعملي يا أحلى ضيافة للعيد ولولادك، فرحيهم، وما تنسي اللايك والمشاركة.